بصوا يا جماعة، أول حاجة صباح الخير. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا النهاردة الجمعة، فالحمد لله الحمد لله طلعت والله. يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. فكده طلعت عشان أوكل الطيور في الصبح. طبعا زي ما انتم شايفين لسه الجو عندنا الصبح كده الساعة 8، فطلعت طبعا عشان أوكل الحمام. بص لقيت ايه، فردة حمام من الصغيرين اللي انا كنت مرهم لكم قبل كده، غرقانة في المية زي ما انتم شايفين. فالحمد لله طبعا ده فدى عيالي وجوزي، فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله. فطبعا ربنا ان شاء الله يبارك لي في الباقيين. انا والله العظيم اقسم بالله كان ليا 7 شهور ما خدت فردة حمام. اول ما عملت العشه الصغيره دي اللي انتوا شايفينها، طبعا انا عملتها معاكم كده. اول ما عملتها فربنا كرمني بالجوز ده اهو. ادي واحده هي صغيره شايفينها، وادي دي اللي غرقت. هو ده بس اللي ربنا بارك لي فيه، والحمد لله طلعت طبعا النهارده لقيتهم زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، بالوضع ده. فطبعا زعلت، بس نفس الوقت قلت الحمد لله الحمد لله على كل حال. طبعا الحمد لله اللي هي جت على كده. طبعا دي فردة حمام، بس برضو يعني الواحد بيزعل في ايه يعني. يعني برضو بص، مش برضو مش عارفة والله اقول ايه، بس المنظر نفسه. وانا فاتحة باب العشة، المنظر نفسه وحش. المنظر نفسه وحش جدا اصلا. اللي انا يعني بصيت لقيت المنظر ده الصراحة. هو اصلا الحمام جعان، انا كنت طلعت لهم والله من امبارح الظهر، لسه هطلع لهم النهارده. فالواحد تعبان وكده، وبرضه هفضل اقول برضه الحمد لله. فطلعت لقيت الصدمة دي اللي انتوا شايفينها غرقانة. طبعا ريحتها وحشة مش حلوة عشان يبان عليها غرقانة من امبارح، عشان انا برضه ما طلعتش من امبارح وكده. فطبعا الحمد لله طبعا كل اللي يجيبه ربنا كويس. الحمد لله. وهبتدي بقى نحط باقي اكل طبعا للطيور بتاعنا. هغير الميه دلوقتي، وهنحط اكل ان شاء الله للطيور كله، والحمد لله. هبص الجو بقى النهارده الجمعه حلو خالص كده جميل. فانا طبعا هعمل ايه الصراحه، مش مقضيه على الاكل بره وجوه. انا كنت جايله لكم ان انا البط ده مخلياه عشان يعني يكبر وكده. لا، فانا للاسف هحط كله. طبعا هحط كله مع بعض، مش هقدر اقاوم ده مع ده خالص. شكرا. ما زي ما انتم شايفين طبعا انا خلاص كده حطيت كله مع بعض. مش قادر اصلا احط ده غير ده. مفيش كميات اصلا اللي انا احط اكل ده مع ده، ده لوحده وده لوحده. فانا دهني بلات العيش بميه الفول. طبعا ده احنا هنحط ميه للحمام جوه، والحمد لله على كل حال. الحمد لله طبعا. حط من الحمام واقفل عليهم. يلا ونروح بقى نحط باقي الميه للحمام وكده. بص البط بياكل في بعضه. هش، مش عارفه ليه بياكلوا في بعضه كده. اظن هم يعني ما كملوش يومين 3 مع بعض. بصوا كده طبعا هنحط ميه للحمام. تعالوا حط يا رب. اهو هنحط لهم الميه. ادي كده طبعا حطيت الميه للحمام، وادي الاكل. وطبعا في واحده اهي ما شاء الله نايمه على البيض، مش عارفه الكاميرا هتجيبها ولا لا. اهي جابتها لكم اهي. دي واحده نايمه على البيض. يا رب نطلع كده في يوم ان شاء الله، ربنا يبارك لنا فيهم. وهنا برضو في بطيان كنت مرهم لكم برضو انا الحلقه اللي فاتت. وهو ده طبعا كان الفيديو بتاعنا النهارده. حبيت اوريكم بس الحمامه. طبعا احنا بنوري بعض على الحلوه والوحشه، واتمنى ان شاء الله اللي اول مره يخش القناه. وادي كده طبعا بنحط الاكل. خلاص كده خلصت. طبعا اتمنى طبعا اللي اول مره يشوف القناه بتاعتي طبعا ما ينسينيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.
وهو ده كان اليوم بتاعنا النهاردة، أول حاجة على الصبح كده. إن شاء الله يكون يوم رزق، يوم خير، جمعة مباركة إن شاء الله علينا وعليكم وعلى كل الأخوة المسلمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.